الجنيه المصري بيستقر قدام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و58 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم لمتابعة أسعار الدولار والعملات أول بأول. في الفيديو النهاردة هنستعرض آخر تحديث الدولار في البنوك بشكل سريع وواضح. استقرار الدولار النهاردة قدام الجنيه. طبعا الأسعار مستقرة من حوالي 3 أيام أو 4 أيام بعد ما الدولار ارتفاع كبير، وصل 50 قرش. نبدأ في تناول أسعار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري شراء 47 جنيه 71 قرش، بيع 47 جنيه و58 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار شراء 47 جنيه و70 قرش، بيع 47 جنيه و60 قرش. في بنك مصر سجل الدولار شراء 47 جنيه و70 قرش، بيع 47 جنيه 60 قرش. في بنك الإسكندرية سجل الدولار شراء 47 جنيه و65 قرش، بيع 47 جنيه و55 قرش. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل له لايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد عن أسعار العملات لحظة بلحظة. سلام.